سقطت الخلافة الإسلامية في تركيا عام 1924 على يد كمال أتاتورك، وهو الأمر الذي جعل الكثير يفكر في إحياء الخلافة. من هؤلاء الشيخ حسن البنا. أنشأ البنا جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 على أساس إقامة دولة إسلامية وأن يحيي فكرة الخلافة الإسلامية. فكرة إنشاء الجماعة في الواقع مرتبطة بفكرة سقوط الخلافة، وهدف إنشاء الأصل في البداية كان هو إعادة إحياء الخلافة الإسلامية. فكرة الخلافة لا زالت موجودة حتى الآن، ولا زالوا يعتبروا أن الخلافة وضعت كميراث للنبوة، وأن الخليفة مطاع أمره في المنشط والمكره، وإنه إذا سقطت الخلافة سقط الإسلام، وإنه لا وطنية في الإسلام. دي شعارات رددها الإخوان كثيرا، ورددها الشيخ حسن البنا كثيرا، وكانوا دائما يتخيلون أن حلمهم أنه تسود الخلافة في العالم. ولهذا هم كانوا لفترة طويلة يؤيدون أردوغان، وكانوا يتصورون أن أردوغان بإمكانه وبقدرة الاقتصاد التركي وعدد سكان تركيا وكفاءة أردوغان الاقتصادية والسياسية أن يكون بداية لنهضة فكرة الخلافة. ولكن لما جاء أردوغان مصر وقابلوه أردوغان أنت حبيب الإخوان وألف تحية من الإخوان وحاجات زي كده، هو أعلن أنه ليس علمانيا لكنه يحكم دولة علمانية، وقال أن العلمانية أنواع، وأنه تركيا اختارت النوع العلماني الذي يرى أن الدولة العلمانية هي الدولة التي تقف على مسافة واحدة من جميع الديانات. هنا جن جنون أنصار الخلافة وجن جنون الإخوان المسلمين الذين عاشوا خلال الكام سنة الأخيرة يروجون لفكرة أردوغان باعتباره الخليفة المنتظر. إثر سقوط الخلافة الإسلامية وقيام مصطفى كمال أتاتورك بهدم هذا الكيان الكبير، برغم كل السلبيات التي كانت توجه إليه إنه رجل المريض، لكن في دعاة، في مفكرين اشتغلوا على الحفاظ على هوية الأمة. من هؤلاء رشيد رضا صاحب المنار، ومحمد عبده، وجمال الدين أفغاني، ومنهم أيضا الشيخ حسن البنا. وكانت جماعة الإخوان المسلمين بحق هي حائط الصد الذي يدافع عن هوية الأمة الإسلامية. وهنا بدأت فكرة فرق الجوالة التي كانت بمثابة معمل تفريخ لما اصطلح عليه في الثلاثينيات والأربعينيات بالجهاز السري، جيش الإخوان المسلح. عين البنا على رأس جيش الجماعة السرية عبد الرحمن السندي، وكان السندي رجلا مقربا للبنا. أنشأ الجهاز السري ليمارس العنف، وكان رجاله يتلقوا دروسا في فقه الجهاد. لكن الجهاز السري كان منظمة للعنف، بمعنى أن كان أعضاؤه بيتلقوا دروس خاصة في مدارس كادر يعني تنشأ لهم. هذه الدروس الخاصة كانت بتشمل دروس في استخدام الأسلحة، في استخدام المتفجرات، تدريبات رياضية، تدريبات كشف الملاحقة، تدريبات على مواجهة العنف، مصارعة يابانية. والأهم من ذلك كله أنها كانت طبعا تنظيم سري خاص حتى على بقية أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لا يعرفون عنه. كان العضو الذي ينضم إلى التنظيم الخاص أو النظام الخاص كان يقطع صلته بالجماعة الأم ولا يظهر في أنشطتها الجماهيرية. لكن الأهم من ذلك كله أن أعضاء هذا التنظيم كانوا يتلقون دروسا فقهية في فقه الجهاد. فالجماعة جاءت لكي تؤسس فقه الجهاد قاصرا على هذه النخبة المنتقاة
التي كانت تشكل النظام الخاص. في منتصف الأربعينيات بدأ مسلسل العنف الإخواني، وكانت البداية بتفجير دور عرض سينمائية ومراكز تجارية لغير المسلمين وأقسام شرطة. تم القبض على 2 من منفذي العمليات تبين أنهم كانوا يعملون تحت قيادة عبد الرحمن السندي رئيس الجهاز السري المسلح. حكم القاضي الخازندار عليهم بالسجن 7 سنوات، فقامت الجماعة بإهدار دم القاضي وقاموا باغتياله. العنف ده شريعة عند الإخوان. هو اللي سن العنف في البداية هو الأستاذ حسن البنا، لما اختلف مع مجموعة في الإسماعيلية هو فخور بول فأمرت بهم فضربوا علقة ساخنة لأننا تأثرنا بالأفكار المائعة التي يجب أن تواجه بحزم وشدة، وما كانت القوة في يد المؤمن إلا كالمشرط في يد الجراح. فقديما يعني من زمان القوة. طيب الشيخ حسن البنا لما سمع إن الخزندار حكم على اللي حاولوا يقتلوا اللي قتلوا إنجليز بالسجن، قال الراجل ده يستحق القتل، وده كان كافي انه الجهاز السري يبعت 2 يقتلوا الخازندار. المشكلة انهم اتمسكوا، وطلع واحد منهم سكرتير الخاص للأستاذ حسن البنا. وعندما غضب البنا من ذلك، مش غضب لانهم قتلوا الخازندار، ده غضب لانهم قتلوه من غير ما يقولوا له، لانه هو مفروض انه رئيس الجهاز السري مش عبد الرحمن السندي. عبد الرحمن السندي يعني مندوبه في إدارة الجهاز، وعملوا محكمة وحكموا عبد الرحمن السندي. فعبد الرحمن السندي قال له فعلتها لأني سمعتك تقول إن الراجل ده يستحق القتل، وفي الآخر المحكمة حكمت عليه. برأت عبد الرحمن السندي لأنه لم يقصد قتل نفس بغير نفس، وإنما قصد أن يقتل الميوعة والرعونة في أخلاقيات الأمة، وإنه بالتالي تجب الدية، والجماعة ملزمة بدفع الدية، لكن الدولة دفعت 10,000 جنيه لأسرة الخازندار، وبما أننا منتمون إلى هذه الدولة تكون الدية قد دفعت. والسلام عليكم ورحمة الله. ومع بداية حرب فلسطين ظهر حجم جيش جماعة الإخوان المسلح ومهارتهم التي أزعجت القصر. وبعد هزيمة 1948 طلب رئيس الوزراء النقراشي باشا تسليم سلاح الجماعة للجيش، فرفضت الجماعة، وبدأ الخلاف بين القصر والجماعة يصل ذروته، فقرر النقراشي باشا حل جماعة الإخوان المسلمين، وقامت الشرطة بمداهمة أوكار التنظيم الخاص، وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة، واحتدم الصراع حتى اغتالت الجماعة النقراشي باشا. في الكتاب نفسه، الكتاب ده اللي أصدره محمود الصباغ واللي اسمه حقيقة الجهاز الخاص ودوره في جماعة الإخوان، وبالمناسبة اللي كاتب له المقدمة الشيخ مصطفى مشهور لما كان مرشد الجماعة. يعني طبعا انت لما تبقى مرشد الجماعة وتكتب مقدمة كتاب عن الجهاز السري تبقى يعني بتديله برستيج كبير. يعني قال ايه؟ قال ومن الإخوان والإخوان أعلم بشؤون الدين
ولا يحتاجون أمرا من أحد لكي يعتبروا أن عدو الدعوة هو عدو الله وأنه يجب القصاص منه. فبنفس المنطق اعتبر النقراشي عدو الدعوة، والجهاز السري في نصوصه في لائحته إنه أعداء الجماعة هم أعداء الله فقط. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم. اندلعت ثورة 23 من يوليو وتغيرت المعادلة السياسية في مصر، وركب الإخوان الموجة كالعادة، وكانت تربطهم بالجيش علاقة جيدة منذ حرب 1948، وحشدوا التأييد الشعبي لانقلاب الجيش على الملك. ولكن سرعان ما توترت العلاقة عندما بدأ يتمرد عليهم عبد الناصر ويحدد دورهم بعد الثورة وفقا لاتجاهاته. هو من ضمن المحطات الرئيسية اللي الإخوان المسلمين كانوا حاضرينها، لأن هم الحقيقة حرب 48 شاركوا في الحرب ضد العصابات الصهيونية التي احتلت فلسطين. كان القوة الرئيسية فيها فيلق الإخوان المسلمين، وبالتالي كان ارتباط الإخوان بالضباط الأحرار، وخصوصا أنه رموز الضباط الأحرار قدموا أنفسهم الإخوان باعتبارهم تابعين ومنتهجين لهذه الفكرة مش متحالفين. وكلام كثير تضمنته الكتب التي تؤرخ لتلك الفترة أن جمال عبد الناصر بايع الهضيبي، المرشد حسن الهضيبي، وأنه كان هناك اتفاقات بين جمال عبد الناصر وبين قادة الإخوان. وعلى هذا الأساس فور يعني كان الصدام بين الإخوان وبين جمال عبد الناصر كان أنا أعتبره صداما سياسيا، وأنا أعتبر الخلف بين الإخوان وعبد الناصر خلفا سياسيا وليس دينيا. جمال عبد الناصر كما هو معروف كان هو وعدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وكان بعضهم أعضاء فيما عرف بالجهاز الخاص أو سمي بالجهاز السري، وهو الجهاز الذي كان يمارس العنف. كان من بينهم هو وكذلك خالد محي الدين، وأظن في مرحلة ما كان هناك عبد الحكيم عامر. كان في عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا على صلة وثيقة بالإخوان. وجمال عبد الناصر يعني كان أحد الذين أقسموا على المصحف والسيف هو وخالد محي الدين بين يدي عبد الرحمن السندي الذي كان المسؤول عن جهاز الخاص اللي بيمارس العنف. لم يرضي الدور الذي اختاره عبد الناصر للإخوان طموحهم السياسي، وأرادوا دورا أكبر، وهنا احتدم الخلاف بين عبد الناصر والإخوان، فقاموا بمحاولة اغتياله فيما عرف بحادث المنشية عام 1954. فقبض عبد الناصر على رؤوس جماعة الإخوان وعلى رأسهم المرشد المستشار الهضيبي، ومرت الإخوان بما عرف بالمحنة الثانية. الرئيس جمال عبد الناصر: أريد أن أقول لكم لقد بدأت كفاحي وأنا شاب صغير من هذا الميدان. ففي سنة 1930 خرجت وأنا شاب صغير بين أبناء الإسكندرية أنادي بالحرية وأنادي بالكرامة لأول مرة في حياتي. وكان هذا يا إخواني أول ما بدأت الكفاح من هذا الميدان. وأنا إذا أتواجد بينكم اليوم لا أستطيع أن أعبر عن سعادتي ولا أستطيع أن أعبر عن شكري لله حينما أتواجد في هذا الميدان وأحتفل معكم أنتم يا أبناء الإسكندرية، يا من كافحتم في الماضي ويا من كافح آباؤكم ويا من كافح أجدادكم ويا من استشهد إخوان لكم في الماضي ويا من استشهد آباؤكم. أحتفل معكم اليوم بعيد الجلاء وبعيد الحرية، بعيد العزة وبعيد الكرامة.
حضرتك اللي ضرب ده. فليبقى كل في مكانه أيها الرجال، 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 فليبقى كل في مكانه أيها الأحرار، فليبقى كل في مكانه. دم الفداء لكم، حياتي الفداء لكم، دم الفداء من حياتي الفداء من. أيها الرجال، أيها الأحرار، أيها الرجال، أيها الأحرار، دم الفداء لكم، حياتي الفداء من. لا، ما هو يعني جمال عبد الناصر تنكر لاتفاقاته مع الإخوان، قد يكون هذا صحيحا، بداية من 54. يعني الخلاف بدأ من سنة 54. الإخوان بيقولوا يعني ما يتردد اللي كتبوا عن هذه الفترة إن الإخوان تحالفوا أو انحازوا إلى محمد نجيب الذي كان ينادي بالديمقراطية وبينادي بعودة الضباط إلى ثكناتهم. طبعا كان في رؤية أخرى داخل تنظيم الضباط الأحرار بضرورة الاستمرار. هنا معروف الصدام الشهير عبد القادر عودة حينما وقف على الشرفة ونادى والشعب وكانت الجماهير غفيرة. أدرك عبد الناصر أن الإخوان عقبة في طريق رؤيته السياسية التي يريد أن يطرحها، فبدأ في التخلص منهم. كلام كثير عن حادث منشية الذي حدث وأنه حادث مفتعل من جمال عبد الناصر، بينما دوائر أخرى تنفي هذا وتقول أن هناك مخطط حقيقي كان للتخلص من جمال عبد الناصر. لكن عبد الناصر أراد أن يتبع سياسة فرق تسد، واستمال إليه أحمد حسن البقوري واستمال إليه الدكتور عبد العزيز كامل، واستوزرهم في الوزارة إزاء رفض مطلق من جماعة الإخوان، وتم فصل كل الذين قبلوا فكرة الدخول في وزارة جمال عبد الناصر. على هذا الأساس استمر الصدام، وأقام جمال عبد الناصر المحاكم العسكرية التي شهدت أفظع حالات انتهاك حقوق الإنسان في التاريخ المصري المعاصر. لكن بدأت الخلافات تنشأ بعد فترة قصيرة، عندما يعني اعتبر الإخوان أو تعامل الإخوان وخاصة المرحوم حسن الهضيبي المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين مع قادة الثورة وبالذات مع جمال عبد الناصر باعتباره يعني عضو في الجماعة وأخ ينبغي أن يعني يلتزم بتعليمات المرشد وينفذ قراراته. وحين طلب الإخوان تشكيل لجنة من مجلس قادة الثورة ومن أعضاء مجلس قادة الثورة وأعضاء مكتب الإرشاد تعرض عليها كل القرارات التي أو القوانين التي يصدرها المجلس قبل إعلانها للتثبت من مدى شرعيتها من الناحية الإسلامية وموافقة الإخوان المسلمين عليها من الناحية السياسية. وهذا أمر رفضه عبد الناصر، وبدأ يتجه بتشجيع جزء من الصف الثاني في حركة الضباط الأحرار لإنشاء تنظيمات مستقلة للثورة عن تنظيمات الإخوان، فأنشأ هيئة التحرير سنة 1953. وبإنشاء هيئة التحرير بدأت الصدامات بين جماهير الثورة وجماهير الإخوان المسلمين، وخاصة بين طلاب الجامعات، وتصاعدت الأمور وبدأ نشأت مشكلة تتعلق بمطالبة جمال عبد الناصر بحل وحدات الجماعة وتنظيماتها السرية في الجيش وفي الشرطة. ظهر في نهاية الخمسينيات والستينيات فكر الإخوان بوضوح أكثر على يد مفكر الجماعة السجين سيد قطب. ألف المفكر الإخواني سيد قطب مؤلفات أصبحت مرجعا بعد ذلك لكل الجماعات المتطرفة في مصر والعالم العربي، مثل كتابه الشهير معالم في الطريق، وكتابه في تفسير القرآن في ظلال القرآن. كان فكر سيد قطب يرتكز حول فكرة دعوة المجتمع إلى الإسلام من جديد،
فهو يرى أن الدولة الإسلامية انقطعت بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، ومن يومها إلى الآن نعيش في دول الجاهلية، دول ما قبل الإسلام، وكأنه يدعو إلى إسلام جديد. بدأت الأول تنشأ تنظيمات هدفها الأساسي هو الانتقام من ضربة 54 ومحاولة العمل عملية انقلابية كاملة. وفي هذا السياق تأسست مجموعة حلقات اتحدت بعد ذلك في سنة 64، وبدأت من سنة 63 بدأت تجري اتصالا بالمرحوم سيد قطب الذي كان يقضي عقوبة صدرت بحقه بالسجن لمدة 15 سنة، وبدأوا يعني يبحثون يعني يتصلون به، وبدأ يرسل إليهم فصولا كان يكتبها في ذلك الحين، هي التي أصبحت بعد ذلك كتاب معالم على الطريق. وكان هذا الكتاب ينطوي على فقه العنف، كان تطويرا لفقه العنف الذي كان موجودا أو فقه الجهاد الذي كان يربى على أساسه أعضاء التنظيم السري. جوهر فكرة سيد قطب، ودي أخطر حاجة في فكره، أنه يعني كان يرى أن مسألة إقامة الدولة الإسلامية من مسائل العقيدة وليست من مسائل التنظيم، ومعنى ذلك أن المسلم الذي لا يؤمن بأنه لا بد من إقامة دولة إسلامية هو كافر وخارج عن الملة. ده التطوير الخطير اللي عمله سيد قطب. في الحقيقة أن الحركة الإسلامية مرت بعدة مراحل، تبدأ بمرحلة التأسيس أو التأسيس الأول معنى صح، التي قام بها الشيخ حسن البنا منذ نهاية عشرينيات القرن الماضي، كرد فعل في الحقيقة على غياب الدولة الإسلامية بسقوط الدولة العثمانية في هذا العقد من الزمن، إلى أن وصلت هذه المرحلة، استغرقت أكثر من 20 عاما وانتهت باستشهاد الشيخ حسن البنا. تليها مرحلة يمكن أن نسميها مرحلة التعميق أو تعميق مفاهيم الحركة الإسلامية، والتي شهدت عقدين مهمين، وهما عقد الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وكان أبرز ملامحها هو ما طرحه الأستاذ سيد قطب من مفاهيم وأفكار كانت في الحقيقة دعوة صريحة وواضحة إلى تعميق المفاهيم الإسلامية كرد فعل على الحرب الشرسة والضروس التي أظهرها النظام الناصري في مواجهة التيار الإسلامي ومحاولة استئصاله من جذور. يلي هذه المرحلة مرحلة السبعينات التي نشأ فيها تنظيم الجهاد، وهي ما يمكن أن نسميها مرحلة الانتشار، بمعنى أن في مرحلة السبعينات كان هناك انتشارا كبيرا ومدا أفقيا واسعا للحركة الإسلامية، كان صورة من صور رد الفعل الإيجابي على الاضطهاد الخمسينات والستينات التي كان يراد من خلالها استئصال كل مفاهيم الإسلام من مصر. فكان رد الفعل في السبعينات هو انتشار واسع لمفاهيم الحركة الإسلامية. وحتى نؤكد أو نلقي الضوء على تأسيس تنظيم الجهاد، فأنني أعتبر أن أحد أسباب تأسيس التنظيم في هذا العقد من زمان وهو عقد السبعينات ترجع إلى أن الجيل الذي ينتمي إليه كان يريد أن يقول أن الحركة الإسلامية لن تعد لقمة سائغة في أيدي الطغاة، ولن تقبل أن تستسلم أو تؤكل كما أكل الإخوان في الخمسينات والستينات دون أن يستطيعوا أن يقاوموا بأي شكل من أشكال المقاومة للنظام الناصري. فكان الهاجس الأساسي لنا ونحن نؤسس تنظيم الجهاد أنه كيف نترك أنفسنا هكذا حتى يبتلعنا الطغاة كما ابتلع الإخوان من قبل. لابد أن يفهم هؤلاء الطغاة أننا أولا سنثأر للإخوان الذين راحت دماؤهم في السجون ودفنوا أحياء في الصحراء. حين نقرأ هذا المقطع من كتاب معالم في الطريق للمفكر الإخواني سيد قطب، نشعر أن على المسلم أن يحارب العالم كله. يقول سيد قطب في كتابه معالم في الطريق: إن هناك حزبا واحدا لله لا يتعدد، وأحزابا أخرى للشيطان والطاغوت، وإن هناك دارا واحدة هي دار الإسلام التي تقوم فيها الدولة الإسلامية فتهيمن على شريعة الله،
وتقام فيها حدوده ويتولى فيها المسلمون بعضهم بعضا، وما عداها دار حرب علاقة المسلم بها إما القتال أو المهادنة على عهد أمان، ولكنها ليست دار إسلام ولا ولاء بين أهلها وبين المسلمين. وهكذا فالعالم كله أصبح دار حرب ولا بد من القتال ضده. وبهذا أسس سيد قطب المنهج الفكري للإرهاب المتأسلم. نشأ على فكر سيد قطب شكري مصطفى أمير جماعة التكفير والهجرة، وأيمن الظواهري أحد مؤسسي تنظيم الجهاد المصري الدولي، وعمر عبد الرحمن مؤسس الجماعة الإسلامية ومفكرها. سيد قطب هو بيقولوا ايه الامتداد الطبيعي للحاجة الساقعة هو الامتداد الطبيعي لجماعة الإخوان المسلمين. فهو اعتبر انه البقاء على هذا الحال هو جريمة في حق الإسلام، وان المسلم الحق هو الذي يكفر هؤلاء الناس حكاما ومحكومين ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. واعتبر ان المجتمع ده كله كافر. أتحسب أن المسلم الذي يقول أنا مسلم ولا ينضم إلى جماعة المسلمين مسلم حقا؟ كلا، إنه كافر. فكفر المجتمع والحاكم والمحكوم. وما كان شكري مصطفى إلا مجرد تلميذ من تلامذة سيد قطب. الشهيد سيد قطب يعني زي ما احنا عارفين كان أديب وشاعر، وكانت لغته لغة أدبية في الكتابة، حتى في تناول خواطره حول تفسير القرآن الكريم. وعلى هذا الأساس يعني قراءة سيد قطب كانت قراءة ثورية. لذلك القراءة الثورية للأحداث حينما صاغها بأسلوب الروائي الأديب كانت حمالة. وفكرة الخروج على الحكام وفكرة ضرورة أن تكون هناك جماعة مقاتلة أو جماعة تواجه الحكام المرتدين، هذه فكرة صاغها سيد قطب بحرف من ذهب. وهي يعني لكن استقبال الحركات الجهادية كان لها استقبال عنيف، لأنها تبنت هذا المنهج واعتمدته، وبالتالي حركات الجهاد المختلفة وليست جماعة الجهاد فقط، كل حركات الجهاد تقريبا سواء في مصر خاصة وفي العالم العربي كانت متأثرة بكتابات سيد قطب. في ظلال القرآن كتابه الشهير معالم في الطريق، واعتمدتها. لا يكاد يخلو مقال من مقالات أيمن الظواهري إلا وقد استشهد فيه بفقرة أو اثنين مما كتبه سيد قطب. افتتاحية نشرات جماعة الجهاد على مر السنين التي كانت تصدر كانت من في ظلال القرآن من سيد الشيخ الشهيد سيد قطب. وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. مع تولي السادات الحكم كان في حاجة إلى تأييد شعبي في مواجهة أنصار عبد الناصر، فاستعان بجماعة الإخوان وأفرج عن قادتهم وأعادهم إلى حالة العمل العلني، معتقدا أنهم سيدينون له بالولاء. ازدهر الإسلام السياسي في السبعينات، وخرج من رحم جماعة الإخوان جماعات إسلامية أخرى تؤمن بفكر سيد قطب، مثل جماعة الجهاد الإسلامي والجماعة الإسلامية. لم يزل هناك الكثير مما لم يكتب عن علاقة أنور السادات بالتيارات الإسلامية، وهناك أطراف لم تزل في جعبتها الكثير.
مما لم يخرج بعد. فاللقاء الشهير الذي عقد بين الرئيس الراحل أنور السادات وبين المرشد الثالث عمر التلمساني، وهو مرشد تاريخي في تاريخ الإخوان المسلمين الحقيقة، لا أهميته لا تقل أبدا عن أهمية المرشد الأول حسن البنا. إذا كان حسن البنا أنشأ الإخوان المسلمين، هذا التنظيم الكبير في ظروف بالغة التعقيد، فإن عمر التلمساني أعاد بناء تنظيم الإخوان المسلمين في ظرف دقيق بعد خروجهم من السجن بعد صدام عنيف مع عبد الناصر، وفتح الأبواب عليهم الرئيس الراحل أنور السادات. ما ورد في هذه المقابلة ما زال غامضا، لم تعلن تفاصيله. كل الذي يمكن رصده أن السادات أتاح بين مزدوجين، سمح للإخوان إن هم يشتغلوا. الرئيس السادات كان بلا رجال، وجاء اقتنص الحكم قنصا من رجال عبد الناصر، ورجال عبد الناصر كانوا يعني يدبرون المكائد لأنور السادات. هو تقريبا بلا رجال، فأراد أن يستعين بالتيار الإسلامي وبالإخوان المسلمين في المقام الأول ليكونوا حلفاء ضد رجال عبد الناصر، وعلى هذا الأساس أصدر أوامره بالإفراج عن الإخوان المسلمين والعفو عنهم. وليس هذا فحسب، ولكنه فتح المجال للتيار الإسلامي في داخل الجامعات المصرية. هذه الجماعات كلها بما فيها الإخوان، بما فيها يعني ما تسلسل بعد ذلك في السبعينيات مع بداية عهد السادات. كان هناك جماعات دينية موجودة في الجامعات. الرئيس السادات تحالف مع هذه الجماعات وبعض رجال نظامه، وكان ده بإشارة من المرحوم عثمان أحمد عثمان الذي كان على صلة طيبة بالإخوان، وأيضا محمد عثمان إسماعيل وهو كان أحد أركان الاتحاد الاشتراكي وعين بعد ذلك محافظا لأسيوط. يعني أقنعوه بأن الوسيلة الوحيدة للتصدي للتيارات اليسارية سواء كانت الاشتراكية أو الماركسية النصيرية اليسار القومي التي كانت تعارض نظامه هو إطلاق الحرية للجماعات الإسلامية. تطبيقا لهذه الخطة، الرئيس السادات في سنة 74 قرر تصفية قضية سيد قطب. كان تم الإفراج عن المعتقلين، فقرر أيضا الإفراج عن المسجونين سواء من قضية سيد قطب أو بقايا الذين كانوا لا يزالون في المعتقلات من قضية 1954. وتمت تصفية هذه القضية والعفو الصحي عن جميع المسجونين، واتفاق وقعته مباحث أمن الدولة في ذلك الحين مع الإخوان المسلمين بأن تسمح لهم الحكومة بالنشاط الدعوي، وأن تعيد الموظفين المفصولين منهم إلى وظائفهم، وبشرط ألا أن يؤيدوا النظام، أو بمعنى يعني بالنص اللي جاء في الاتفاق ألا يقوموا بعمل عدائي ضده، وألا ينشطوا في الخارج، وألا يرجعوا إلى ممارسة العنف. انتهى شهر العسل بين السادات والإخوان سريعا عقب اتجاه السادات لعقد اتفاق سلام مع إسرائيل وقبوله بأمريكا كوسيط. وستدهش إسرائيل حينما تسمعني لا أقول أمامكم أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة ذات ومناقشتهم. قام السادات بزيارة إسرائيل مما أثار غضب التيار الإسلامي عليه. زي ما هوريكم دلوقتي مفيش حاجة اسمها إخوان مسلمين وجماعات إسلامية، كل واحد. بدأ الصدام بين الإسلاميين والسادات. اعتقد الإسلاميون أن الفرصة سانحة لقنص الحكم، واعتقدوا أن الشعب سيساند انقلابهم على السادات، فقامت الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد بتنفيذ عملية اغتيال السادات في احتفالات أكتوبر عام 1981 فيما عرف بحادث المنصة. كانت حالة السماح التي أتاحها السادات عنوانها المصلحة، مصلحة السادات في التخلص من رجال عبد الناصر، ومصلحة التيار الإسلامي أن يعود من جديد
ليهتف في وجدان الوطن الإسلام هو الحل. حينما تصادمت المصلحة وأدرك السادات أن هذا التيار أصبح عصيا عليه وبدأ يوجه إليه الانتقادات، هو والسيدة حرمه، التدخل في شؤون الحكم وانتقاد سياسات كامب ديفيد واتفاقية السلام مع إسرائيل واستقباله لشاه إيران وتدخل السيدة حرمه في صياغة قانون الأحوال الشخصية، كل هذه أسباب ضاق السادات بها ذرعا، وبدأ يتخذ إجراءات لردع هذا التيار. وجه خطباء التيار الإسلامي هجوما عنيفا، الشيخ أحمد محلاوي، الشيخ حافظ سلامة، كثيرين. أصدر السادات قراره الشهير بالتحفظ على 1536 في 3 سبتمبر 81. كانت التيارات الإسلامية قد أدركت أن حربها مع السادات قد أوشكت، وأن السادات ينتوي أن يتخلص منهم، فسارعوا هم إلى التخلص منه. فكرة اغتيال السادات كانت وليدة اللحظة، لم تكن محل تخطيط طويل المدى. وبعد أحداث التحفظ بدأ والقبض على الكثيرين، الفكرة نشأت في ذهن خالد الإسلامبولي الشقيق الأصغر لمحمد شوقي الإسلامبولي. وكان خالد الإسلامبولي ليس مجرد ضابط تأثر لاعتقال شقيقه، لا، هو كان إسلامي وكان يعتنق هذه الأفكار، وكان يتردد على مساجد الدعاة في ذلك الوقت، الشيخ عبد الله السماوي رحمة الله عليه، الدكتور محمد جميل غازي رحمة الله عليه، الشيخ إبراهيم عزت رحمة الله عليه. فهو كان يتشرب هذه الأفكار، واستدعته المخابرات الحربية أكثر من مرة وأصدت إليه النصح ألا يتردد على هذه المساجد، ومع ذلك تم اختيار خالد الإسلامبولي المشاركة في العرض العسكري فجأة بعد أن حرم منه لمدة 3 سنوات. خالد الإسلامبولي حمل فكرة الانتقام والثأر وذهب إلى محمد عبد السلام فرج رئيس مجلس شورى هذا التنظيم وأنهى إليه قراره وليس للتشاور: أنا سأقتل السادات في العرض العسكري. بعد محاولات ومحاورات رؤية أن خالد مصمم على أن يقوم بهذه العملية، استجاب له محمد عبد السلام فرج وأعانه ب3 آخرين من أعضاء التنظيم. عبد الحميد عبد السلام، وكان ضابط شرطة تقاعد لرفضه حلق اللحية في أثناء خدمته في القوات المسلحة. عطاطاي الحميدر حيل أيضا كان ضابط احتياط وخرج من الخدمة. وحسين عباس، وهو كان جندي متطوع في القوات المسلحة وكان بطلا من أبطال الرماية. واستعان أيضا محمد عبد السلام فرج بالمقدم ممدوح الجبل، وهو الذي أمده بالذخيرة التي استخدمت وبإبر ضرب النار التي استخدمت في العرض. وذهب ثلاثتهم مع خالد شوقي الإسلامبولي الذي استطاع أن يتسلل بهم ويعطيهم أوامر دخول المنطقة العسكرية مزورة، واستطاعوا أن ليه بقى قتلوا السادات؟ إنه اعتقادا كانت الفتوى أن السادات كفر وأن السادات خرج عن صحيح الدين حينما أقام السلام مع إسرائيل، أو حينما عقد اتفاقية كان عنوانها أن حرب أكتوبر هي آخر الحروب، وتصورا هذا قعود عن الجهاد. وأيضا استخف أنور السادات بشعيرة من شعائر الدينية النقاب والحجاب، وقال إن هم ملبسين النسوان خيمة في تهكم منه على الزي الشرعي للمرأة. أيضا قانون الأحوال الشخصية الذي في ذلك الوقت يعني رأوا أنه يتدخل في أمور شرعية بمنظور سياسي من السيدة حرم وجيهان السادات. استقباله لشاه إيران، إهانته لعلماء المسلمين، قال على الشيخ محمد محلاوي مرمي في السجن زي الكلب، وقال عن الشيخ حافظ سلامة مجنون بتاع السويس. كل هذه الروح أو هذا المناخ الذي تم تعبئته انتهى بهم إلى قرار الموافقة على قتل أنور السادات في ساحة العرض في 6 أكتوبر 81. قام السادات بعد ذلك بخطواته الرئيسية الموجهة نحو الارتماء في أحضان إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بزيارته لإسرائيل عام 77، ثم انقلابه بشكل واضح على كل الحركة الإسلامية والتيار الإسلامي، وإلى أن وصل إلى انقلابه على كل الحركة السياسية في مصر.
الأقباط والمسلمين، الليبراليين والناصريين، الشيوعيين والإسلاميين، في شكل هستيري ديكتاتوري لم يفعله ديكتاتور من قبل. فكان التحرك الطبيعي في هذه المرحلة هذه الحركة الشابة التي قام على تأسيس مفاهيمها الأولى الشيخ محمد عبد السلام، كان رد الفعل الطبيعي هو أنها تفكر في التخلص من هذا الطاغية. عقب اغتيال السادات اعتقدت الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد أنه آن الأوان لإسقاط النظام، وبدأت الجماعة الإسلامية بأسيوط بقيادة كرم زهدي أمير وجه قبلي للجماعة الإسلامية بمجزرة مراكز الشرطة بأسيوط. كانت خطتهم تبدأ بالسيطرة على مراكز الشرطة بأسيوط والزحف على وجه بحري وتثوير الجماهير وصولا للقاهرة، التي سيكون على تنظيم الجهاد السيطرة فيها على الإذاعة والتلفزيون والمناطق العسكرية الحساسة. حدثت مجزرة أسيوط التي أودت بحياة 118 قتيلا، حتى تدخلت قوات الجيش لوقف المجزرة الدموية، وألقي القبض على رؤوس الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد الإسلامي، وعلى رأسهم عمر عبد الرحمن وأيمن الظواهري. who believed in their religion in its broad meaning as both an ideology and practice. We believed in our religion both as an ideology and practice, and hence we tried our best to establish this Islamic state and Islamic society. La ilaha illallah! La ilaha illallah! La ilaha illallah! La ilaha illallah! تولى الرئيس مبارك الحكم في بداية الثمانينيات، ووجد فرصة للخلاص من الجماعة الإسلامية في صراع أفغانستان والاتحاد السوفيتي، وبدأ تصدير الإرهاب للخارج. وهنا لمع اسم في صناعة الإرهاب الدولي، وهو عبد الله عزام. من هو عبد الله عزام؟ ولد عبد الله عزام في قرية سيلا بفلسطين عام 1941. انضم للإخوان المسلمين وهو في 15 من عمره. كان للأستاذ حسن البنا تأثير كبير في تكوين شخصيته، وكان يعتبر أن رسائل البنا تمثل منهاجا. وضع الأسس العامة للحركة الإسلامية في كل زمان ومكان، ودأب على توزيع هذه الرسائل على شباب الإخوان والجماعات الإسلامية، وكان يدعوهم لحفظها. كما تأثر كثيرا بفكر سيد قطب، وكان يحفظ كتاباته عن ظهر قلب. ثم أتى ليدرس بالقاهرة في الأزهر، وعاش طوال فترة دراسته مع آل قطب، وهنا نشأت صداقة بينه وبين كمال السنانيري زوج أخت سيد قطب وعضو الجهاز الخاص المسلح للإخوان المسلمين، والذي سيكون له دور هام في إرسال عبد الله عزام إلى أفغانستان وإنشاء البذرة الأولى لتنظيم القاعدة. هو قصة الجهاد الأفغاني أو الأفغان العرب قصة أيضا من القصص التي فيها الكثير مما يحكى. السادات دعا علنا في مصر إلى ضرورة مساعدة المجاهدين الأفغان، واستقبل قادة الجهاد الأفغاني في مصر، وفتحت لهم حسابات في البنوك، وفتحت لهم وسائل الإعلام والتلفزة، فأثروا في الشباب، فأراد الشباب أن يلبي هذه الدعوة. كانت هناك تسهيلات من المملكة العربية السعودية بقطع تذاكر السفر ومنح المسافرين من كل الدول العربية بعض المصروفات التي تعينهم على السفر. إذن سفر الأفغان العرب كان برعاية رسمية للحكومات العربية. اشتغل في هذا الوقت كان عبد الله عزام، وهو من الإخوان المسلمين ومن الذين حاربوا في حرب فلسطين. عبد الله عزام حمل لواء الدعوة إلى تجييش الجيوش العربية والأفغان العرب للمساهمة في الحرب ضد الروس. عبد الله عزام لعب دور في جمع التبرعات من الدول العربية والخليجية ورجال الأعمال ومد المجاهدين الأفغان بها.
دور عبد الله عزام كان دور إسلامي مخلص وطني صادق. عبد الله عزام كان أمير المجاهدين العرب، واستطاع عبد الله عزام أن يستقطب من ضمن من استطاع أن يستقطبهم أسامة بن لادن رحمة الله عليه، الثري السعودي المعروف الذي كان يعتنق قناعات إسلامية سلفية. كان دور أسامة بن لادن داعم للقضية الأفغانية بالمال، وأيضا بالجهاد. أحيانا هو كان يذهب يتردد على الجبهة. وهناك خرج من مصر قادة الحركة الجهادية. الحكومة المصرية من جهة أرادت أن تتخلص منهم حتى لا يسببوا لها إزعاجا، ومن جهة أخرى يقاتلوا أو يقتلوا هناك. هذه كانت الفكرة الرسمية. يخلو الجو هنا في الداخل من كبار أو أكابر أو كبار القادة في التيارات الإسلامية الجهادية. الإخوان المسلمين اشتغلوا هناك، وكان من المعروف إنه وجودهم في باكستان سابق من أيام الرئيس الباكستاني الشهيد ضياء الحق. وكان كمال السنانيري وثيق الصلة بضياء الحق، وكان كمال السنانيري مفتاح تواجد الإخوان المسلمين في أرض أفغانستان لترتيب الجهاد ضد الروس. وجود الإخوان كان وجودا قياديا. كانت جماعة الإخوان المسلمين قد أوفدوا رجلهم في النظام الخاص كمال السنانيري إلى باكستان ليرتب مع رئيسها ضياء الحق إنشاء جماعة مسلحة في أفغانستان لمحاربة الاتحاد السوفيتي. من هو كمال السنانيري؟ كمال السنانيري هو واحد من مؤسسي الجهاز السري، وقبض عليه وسجن. تشرفت أنا أنه كنت مسجون معاه، بس لسبب آخر يعني. ولما خرج كان أحد مؤسسي الجهاز السري مرة أخرى. ويروي الشيخ عمر التلمساني لما كان مرشد إنه كان مكتبهم في التوفيقية، مكتب جريدة الدعوة، فنده أحد الموظفين وقال له من فضلك اعمل كذا كذا كذا، فما عملش. قال له مش أنا قلت لك اعمل كذا كذا؟ قال له أيوة. طب ما عملتش ليه؟ قال له أصلا ما باخدش أوامر منك. قال له أنا المرشد. قال له أنا باخد الأوامر من الأخ كمال السنانيري لأنه مسؤولي في الجهاز السري. فهو حتى عمر التلمساني في مذكراته بيقول كده عرفت مقامي، عرفت حجمي فين من الجهاز السري. بعد فترة سافر كمال السنانيري إلى السعودية، وكان في مكتب خاص في جدة يديره عبد الله عزام. هذا المكتب كان مهمته أن يتلقى المجاهدين من كل أنحاء العالم، وهو مهمته أن يحل لهم مشاكلهم التقنية، يعني بطاقة السفر، باسبورات مزورة، إقامة، وهكذا، حتى يصل إلى إسلام آباد. وفي إسلام آباد يدخل إلى المأسدة، وهناك يمشي. يعني كان عبد الله عزام هو الجمرك، مأمور الجمرك بتاع الجماعات والأفراد الذين يسافرون إلى. كمال السنانيري كأحد قادة الإخوان المسلمين لعب دورا أساسيا في بناء المأسدة وفي بناء جماعات الأنصار. اتفق كمال السنانيري مع عبد الله عزام على الذهاب إلى أفغانستان لاستقبال الشباب الوافد إلى هناك. في عام 1986 أنشأ عزام معسكرا لتدريب جماعته المسلحة الوافدة أفرادها من البلدان العربية داخل أفغانستان، وأطلق عليها اسم عرين الأسد. المأسدة التي كانت النواة الأولى لتنظيم القاعدة، حين استطاع عبد الله عزام استقطاب شاب عربي سلفي هو أسامة بن لادن.
قرر ابن لادن تقديم كل عون ممكن لعزام، وهذا جعل أسامة بن لادن مؤهلا ليكون خليفة لعبد الله عزام. وبالفعل بعد موت عبد الله عزام أصبح ابن لادن على رأس التنظيم. ومن أقواله الشهيرة عن عزام أنه رجل بأمة. الشيخ عبد الله عزام عليه رحمة الله هو رجل بأمة، وأظهر بوضوح بعد أن اغتيل رحمه الله مدى العقم الذي أصاب نساء المسلمين من عدم إنجاب رجل مثل الشيخ عبد الله عليه رحمة الله. كان أيضا من ضمن الأسماء التي صدرها النظام المصري في الثمانينيات إلى أفغانستان هو أيمن الظواهري، والذي أصبح فيما بعد الرجل الثاني في تنظيم القاعدة والذراع اليمنى لأسامة بن لادن. يقول أيمن الظواهري عن ذهابه إلى أفغانستان في كتابه فرسان تحت راية النبي: بدأت صلتي بأفغانستان حينما كنت أعمل بصفة مؤقتة مكان أحد زملائي في مستوصف السيدة زينب بالقاهرة التابع للجمعية الإسلامية، وهي إحدى أنشطة الإخوان المسلمين. وفي إحدى الليالي كلمني مدير المستوصف وهو من الإخوان المسلمين عن رأيي في السفر لأفغانستان للعمل في المساعدة الجراحية للمجاهدين في أفغانستان، فوافقت على الفور، إذ وجدت العرض فرصة ذهبية للتعرف على ميدان من ميادين الجهاد التي يمكن أن تكون رافدا للجهاد. ومن هنا اجتمع كل من عبد الله عزام وأسامة بن لادن وأيمن الظواهري رؤوس حربة الإرهاب في العالم. نحن إرهابيون، والإرهاب فريضة في الكتاب، ليعلم الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فالإرهاب فريضة في ديننا. اعتقد النظام المصري أن الإسلاميين وجدوا ضالتهم في حرب أفغانستان، وأنه بخروج أيمن الظواهري وعمر عبد الرحمن من مصر انزاح هم ثقيل من على كاهل النظام، ولكن خابوا وخابت ظنون النظام، لأن الإرهاب لا تعقد معه الصفقات ولا تصلح معه المواءمات السياسية. لم يتعلم نظام مبارك من تجربة السادات الذي أخرجهم من السجون ليقتلوه. انتهت حرب الإسلاميين مع الروس في أفغانستان، وأراد النظام أن يمنع الجماعات الإسلامية من العودة إلى مصر، فأقام قضية اسمها العائدون من أفغانستان ليمنعهم من العودة. حينما انتهت الحرب هنا سارعت الحكومات العربية إلى إقامة تحريك دعاوى جنائية ضد المجاهدين العرب، وقيمت قضية اسمها العائدون من أفغانستان، وأحالها الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى القضاء العسكري. وفي أقل من 10 أيام صدرت أحكام رادعة بإعدام 9 من قيادات الجماعة الإسلامية، وأحكام مشددة بالسجن لآخرين وهم موجودون خارج البلاد. فكانت هذه رسالة إلى المتواجدين في أفغانستان ألا تعودوا إلى أوطانكم. السفارات العربية كان من المفترض أن تلعب دور من أجل تأهيل عودة الأفغان العرب إلى أوطانهم بعد أن انتهت مهمتهم، لكن هذه القضايا التي أعلنت من القاهرة ومن عواصم أخرى قطعت الطريق أمام الشباب المخلص الذي ذهب إلى هناك. فبدلا من العودة إلى أوطانهم، وبدلا من أن تلعب السفارات العربية المصرية مصر وغيرها دور في تأهيل عودة الشباب، حالت بينهم وبين العودة، فلم يجد الشباب سوى المعسكرات التي أقامتها تلك التنظيمات في أفغانستان. وبدلا من أن يعود الشباب إلى أوطانهم استغلهم البعض، ربما صارعوا بنية مخلصة إلى البعض فيما أشبه بمقاتلين ذهبوا إلى الدفاع في البلقان، إلى القتال في البلقان، في البوسنة والهرسك، أصبحوا مقاتلين في جبهات مختلفة.
بالتأكيد وجود عدد من هؤلاء عدد كبير في العراء في المعسكرات التي أقامها أسامة بن لادن مع تأصل فكرة الجهاد ضد الغزاة، برضو ما يعني أنا لا أريد أن أحرمهم من البعث، أنا لا أريد أن أصورهم كمرتزقة، لا، هم مجاهدون، يعني هم مجاهدون، لكن كانوا يتمنون العودة إلى أوطانهم. وجودهم في معسكرات أقامها أسامة بن لادن وتوزعهم إلى معسكرات أخرى في اليمن وفي السودان بإنفاقات أسامة بن لادن وبحماية أسامة بن لادن أتاحت الفرصة لأسامة بن لادن أن يقيم مشروعه، هو مشروعه اللي كان مسيطر عليه، تأسيس تنظيم القاعدة. في البداية أيمن الظواهري كان يعارض فكرة هذه التنظيم، وكانت فكرة أيمن الظواهري الرئيسية الجهاد أن أولا تحرير القدس يبدأ من القاهرة، وقتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد. ولكن ضغوط أسامة بن لادن على أيمن الظواهري ورفض الإنفاق عليه في فترة من الفترات للضغط عليه، وكانت الأسر وكانت المجموعات اللي بيقودها أيمن الظواهري واللي تواجدت في اليمن وفي السودان كانت برعاية أسامة بن لادن. هنا في ذلك التوقيت كتب أيمن الظواهري مقالا شهيرا: ضن الأغنياء بأموالهم وجاد الشباب بأرواحهم، في إشارة إلى أسامة بن لادن. لكن تحت هذه الظروف أذعن أيمن الظواهري وانضم إلى أسامة بن لادن في تأسيس تنظيم القاعدة اللي أعلنوه أولا في نوفمبر 98 بالجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين. أول عملياتهم كانت استهداف السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام، ثم ألحقوها بتدمير المدمرة كول في اليمن. ثم توالت بعد كده عمليات، آخرها أو مش آخرها بقى، تبلورت في نيويورك، تفجيرات نيويورك وواشنطن سبتمبر 2001. مع اندلاع حرب الخليج الأولى عام 1991 وانتهاء الحرب في أفغانستان، نشط تيار الإسلام السياسي وبدأ في ممارسة العنف داخل مصر، وبدأ الصراع بين النظام المصري والتيار الإسلامي. ومن تبعات صراع النظام مع الجماعات قتل رئيس مجلس الشعب رفعت المحجوب عام 1993 على يد الجماعة الإسلامية بفتوى من الشيخ عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة. هو في كلام عن انه اغتيال رفعت المحجوب تم على سبيل خطأ، لأن هو اللي كان المقصود هو وزير الداخلية في ذلك الحين، وكان عمليات الرصد رصدت بأن موكبه سيمر من هذا المكان، وحدث انه قبله بقليل مر موكب رفعت المحجوب، وكانت الترتيب العملية أن يتم الضرب من فوق الكباري ببنادق آلية سريعة الطلقات على السيارة، فتم فتح النار على السيارة ولم يتنبهوا إلى أنهم قتلوا هدفا آخر إلا بعد أن تمت العملية وانسحبوا من المعركة. هذا كان جزء من المعارك الطاحنة التي دارت بين الجماعة الإسلامية وبين إدارة الرئيس مبارك في تلك الفترة. لم تكن معركة التيارات الإسلامية في التسعينيات مع النظام فقط، بل امتدت إلى المفكرين الليبراليين. فعقب مناظرة في معرض الكتاب بين المفكر فرج فودة والإمام الغزالي ومأمون الهضيبي مرشد الإخوان المسلمين في هذا الوقت حول مدنية الدولة، قامت الجماعة الإسلامية باغتيال فرج فودة عام 1992. 1300 سنة 1% منهم يناصر الدعوة للدولة الدينية، و99% تناصر ما ندعو له وهو الدولة المدنية. فرج فودة ما كانش بينادي بمدنية الدولة، كان فرج فودة حرب على الإسلام. فرج فودة كان يتهكم على المبادئ الإسلامية، كان يتهكم على الشريعة الإسلامية، كان يتهكم على الفضيلة الإسلامية. فرج فودة كان يسخر من كل شيء يتضمنه مشروع الشريعة الإسلامية. لا، فرج فودة قتل ويستحق القتل 100 مرة، ولو بعث من جديد سيقتل من جديد.
محدش هيخوفنا بقضية فرج فودة. فرج فودة كفر حينما سخر من الشريعة الإسلامية، تكلم عن عملية الدولة كما شاءت. الإسلام هو دين المدنية، الإسلام دين مدني، لكن فرق بين أن تقول رأيك وبين أن تتطاول على الدين لتحظى بمحظيات وتتلقى دعم من الكنيسة ومن الدول الغربية من كل مكان، من أجل أن أنت بتسخر نفسك علشان تسخر من الشريعة. حكم الذي يسخر من شريعة من شرائع المسلمين هو القتل، وقد قتل فرج فودة. وقال علماء الدين أنه يستحق القتل، وأن الشباب الذين قتلوه افتأتوا على السلطة فقط. كل ما أشير إليهم أنهم افتأتوا على السلطة، لكن قرار القتل كان قرارا صائبا. ولو بعث فرج فودة مرة أخرى يقتل. وأي واحد أي مفكر يتكلم زي فرج فودة النهاردة أنا أدعو إلى اغتياله. موضوع الصراع بين الدولة المدنية والدولة الدينية ده موضوع مطروح منذ العشرينيات. هذه معركة مستمرة منذ يعني أقيمت الدولة المدنية الدستورية في مصر في العشرينيات من القرن الماضي، واستمرت بعد ذلك بين المفكرين الليبراليين واليساريين وبين مفكري جماعة الإخوان المسلمين، ولا تزال مستمرة حتى اليوم. وأحد تداعياتها يعني نشوع تيار متشدد جدا قام بعمليات اغتيال كعملية الاغتيال التي قامت ضد فرج فودة، ولأنه كان يكتب مقالات ينتقد فيها التيار المتشدد الذي كان شائعا في هذه الفترة، ولأنه استقال من حزب الوفد حين تحالف حزب الوفد مع الإخوان المسلمين في انتخابات 1984. احتدم الصراع بين الإسلاميين والقوى المناهضة لها في الداخل والخارج، وأصبحت التنظيمات الداخلية أكثر قوة في التسعينيات. فقامت الجماعات الإسلامية في الداخل بمذبحة الأقصر التي كانت تستهدف أمن واستقرار مصر في الداخل، وإرسال رسالة إلى شعوب الغرب بإهدار آدميتهم وحل دمائهم. وفي عام 1998 أعلن تأسيس الجبهة العالمية لمحاربة الصليبيين واليهود. وقع على إعلان الجبهة كل من أيمن الظواهري وأسامة بن لادن، وأعلنوا الحرب على الولايات المتحدة وحلفائها، واجتاح العالم كله موجة من الإرهاب. وبرز اسم جديد للجبهة هو تنظيم القاعدة. بدأ تنظيم استهداف الولايات المتحدة، وكانت أولى عملياته في هذا السياق تفجير السفارات الأمريكية في نيروبي ودار السلام عام 1998. حصدت عمليات التفجيرات أكثر من 224 قتيلا و450 جريحا. لم تميز الهجمات بين أمريكيين وغير أمريكيين أو بين مسلمين وغير مسلمين، وقدمت دليلا واضحا على المدى الذي سيذهب إليه بن لادن والظواهري في حربهم ضد الولايات المتحدة وحلفائها. ثم أتت عملية برجي التجارة العالمية بنيويورك فيما عرف بأحداث سبتمبر 2001، الذي قام تنظيم القاعدة باختطاف طائرتين مدنيتين وتفجير البرجين بهم في عملية انتحارية. وقتل في التفجير أكثر من 3000 من المدنيين، جريمتهم أنهم أمريكيين. أعلن بن لادن والظواهري بفخر أنهم وراء هذه التفجيرات التي قتلت آلاف المدنيين، ونسوا أو تناسوا أن قرآنهم الذي يدعون أنه دستورهم يخبرهم بأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. استمر مسلسل العنف الإرهابي
ليستهدف المزيد من المدنيين في أوروبا. ففي مدريد بإسبانيا قام تنظيم بن لادن والظواهري بتفجير عدة قطارات راح ضحيتها أكثر من 191 شخصا. وفي عام 2005 تعرضت وسائل المواصلات في لندن لسلسلة من التفجيرات أدت إلى قتل أكثر من 60 شخص من المدنيين. وتسبب الإرهاب في وقوع المنطقة بأكملها في حروب لم تنتهي إلى الآن، ويعلم الله متى ستنتهي. ضغطت القوى الدولية الكبرى على الحكومات العربية لكي تفسح المجال للديمقراطية داخل الدول العربية، لظنها أن الإسلاميين يعانون من كبت سياسي، وهذا الكبت هو الذي يجعلهم يتجهون للعنف. وهنا بدأت التصريحات الإسلامية الديمقراطية التي يسمونها ذلات لسان حينما يواجهوا انتقاد الإعلام لهم. رأينا مرشد الإخوان المسلمين مهدي عاكف عام 2006 في حديث لجريدة روزا اليوسف يقول: طز في مصر واللي في مصر، حينما سأله الصحفي: هل ترضى بحاكم لمصر مسلم غير مصري أم مسيحي مصري؟ فأجابه المرشد: طز في ناس. المرشد العام للإخوان المسلمين السابق الأستاذ محمد مهدي عاكف، الذي أعلن فيه أنه يعني يقبل حكم أي مسلم لمصر سواء كان ماليزي أو غير ماليزي، واللي قال فيه يعني العبارة الشهيرة طز في مصر وأبو مصر واللي جابه مصر. يعني هذا بصرف النظر عن العبارة التي استخدمت يعني يعني صدمت كثيرين كده. ده بيعبر عن فكرة الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين جماعة عابرة للوطنية، بمعنى أنها لا تؤمن بفكرة أنه أن هناك علاقة المسلم تقتصر على علاقة تقتصر على في وطن ما تقتصر على علاقته بأتباع الأديان الأخرى من المواطنين الذين يعيشون معه في هذا الوطن. هي تعتبر نفسها دعوة عابرة للقارات، دعوة موجهة للمسلمين في جميع بقاع الأرض، إنها تعتبر أن الإسلام وطن. وده معنى أنها جماعة دينية. هي تعتبر أن الإسلام وطن والإسلام قومية، بل بالعكس. يعني في بعض أفكارهم بتعتبر أن القومية، ودي كتب كثيرة موجودة، يعني أن القومية وزي القومية العربية والقومية المصرية وغيرها من هذه الأفكار هي أفكار شعوبية، أفكار تقوم على العصبية القبلية، وبالتالي فهم ضدها يعني بشكل مطلق، ويعتبرونها نوع من الوثنية هي أخرى. ولذلك كانوا يهاجموا حزب البعث ويهاجموا دعوة القومية العربية التي كان يدعو إليها عبد الناصر، والكتب التي أصدرها بعض المؤرخين الذين يعني أرخوا لتاريخ مصر في القرنين التاسع عشر والعشرين تعتبر كل الذين دعوا إلى القومية وإلى الوطنية، ومنهم أحمد عرابي ومنهم جمال عبد الناصر ومنهم سعد زغلول وعملاء للصليبية العالمية، وأن دعوتهم هذه للوطنية كانت تستهدف تفتيت الخلافة الإسلامية التي كانت قائمة في تركيا في ذلك الحين، وكانت كل الدول العربية تتبع لها، وبالتالي فهم مخربون يعملون لحساب يسمونهم صبيان الصليبية العالمية الذين تربوا في كواليس وزارات الخارجية في البلاد الغربية. هذا موجود في كتب كثيرة جدا مما كتبها مؤلفو أو مفكرو ومؤرخو جماعة الإخوان المسلمين. فما قاله هو الأمر الطبيعي. نعم، هؤلاء ناس ضد الوطنية، لا يعتبرون يعني التمسك بالوطنية حاجة، يعتبرون أن أي دين هو وطن لأصحابه، يعتبرون أن أعداء المسلمين هم الذين يدينون بأديان أخرى غير الإسلام، ويفسرون الصراع الدولي والصراع العالمي والمعركة مع الاستعمار صراعا دينيا باعتباره امتداد لما الحروب الصليبية وغير ذلك من الشواهد اللي بيتخذوها لتأكيد فكرتهم هذه. فطبعا لم يخطئ
المرشد العام للإخوان المسلمين حين قال ذلك، لأنهم هكذا يفكرون وهكذا سيظل يفكرون. ومع اتساع الديمقراطية في مصر بدأت أشكال الاستقواء الإخواني، خصوصا بعد نجاح أكثر من 80 عضو من الإخوان في انتخابات مجلس الشعب 2005. وجاء العرض العسكري لطلبة الإخوان المسلمين في الأزهر لكي يخيف النظام ويوحي إليه أنهم لديهم قدرات قتالية، هذه عينة صغيرة منها، وأنهم يستطيعون أن يتعاملوا مع النظام بالقوة إذا كانوا في حاجة إلى ذلك. القرار العسكري شكله أخذ شكل التهديد، لأنه يعني أولا الشبان حطوا حاجات خاصة زي السوداء، زي اللي تلبسها حماس، تلبسها المقاتلين المقاومة الفلسطينية، كانوا يقومون بهذا الاستعراض تحت نافذة العميد بهدف يعني إشارة للتهديد بأننا سنلجأ إلى العنف إلى آخره. فده اللي أعطى الموضوع، خلق المخاوف الممكنة. لكن أنا رأيي أنه تحت أي اعتبار الإخوان المسلمين حتى في لغتهم لغاية دلوقتي ونحن نتحدث الآن تهديد شهيد على كل صندوق مش عارف إلى آخره، يعني هناك دائما لغة العنف لغة واردة عند الإخوان المسلمين، ولا أستبعد في أي وقت من الأوقات أن هم يعودوا مرة أخرى لإنشاء التنظيم السري في أي وقت. قامت ثورة 25 من يناير. في البداية قادت ثورة القوى الوطنية المختلفة باستثناء التيارات الإسلامية، حتى جاءت جمعة الغضب 28 من يناير، حينما استشعرت التيارات الإسلامية قوة الشارع وقدرته على إسقاط النظام، فشاركوا القوة الوطنية في الثورة مؤقتا حتى إسقاط رأس النظام، وبدأوا في التحرك بمفردهم لإقامة دولتهم الفاضلة، دولة الخلافة أو الدولة الدينية، حلمهم قديما وحديثا. ولكنهم وجدوا الشارع ينادي بمدنية الدولة، فاخترعوا مفهوما جديدا للدولة الحديثة، وهي مدنية بمرجعية إسلامية. وأخذوا يخبروننا في الإعلام بأن الإسلام لم يعرف الدولة الدينية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام الدولة المدنية من البداية. السؤال: ما هي الدولة المدنية بمرجعية إسلامية؟ هل هي دولة القانون أم هي دولة الشريعة؟ وما هو الوطن عندهم؟ هل هو مصر أم العقيدة؟ الإسلام. مفهوم الوطن عند المجموع المتأسلم هو أن الإسلام وطن، وأن الوطن ليس مساحة جغرافية وليس رابطة دم، وإنما هو رابطة عقيدة. ده عند حسن البنا، كان قبله عند الشيخ عبد العزيز جويش، ثم عند حسن البنا. وأنا أعتقد إنه هذه الفكرة هي اللي بتدفعهم إلى المفاصلة عن المجتمع. يعني أنت توجد في مصر مش لأنها وطنك، أنت تدافع عن مصر مش لأنها وطنك، أنت تدافع عن الأرض دي لأنها أرض الإسلام، والعدو الذي يهاجمك هو الكافر. طب فإذا جاء جيش إسلامي إليها يبقى فتح من الله ونصر قريب، لأن هو بيعتبر أن المجتمع القائم مش مجتمع إسلامي، بدليل أنه هو بيرفع شعار الإسلام هو الحل. هو أصلا لو يرى أن المجتمع القائم إسلامي، طب يبقى الحل يجي إزاي؟ إذا الإسلام موجود والبلاوي بتتراكم على دماغنا، طب ويبقى الإسلام هو الحل إزاي؟ يعني إذا الحل يأتي إذا كان مفتقدا وجوده،
يعني أنا أذكر كنت مرة على فضائية من الفضائيات، مقدمة البرنامج سألتني، كان قاعد الأخ عصام العريان، قال طب أنت إيه رأيك في شعار الإسلام هو الحل؟ قمت مادد إيدي شايل المج بتاع الشاي، خدت رشفة وقلت لها الشاي ده ما فيهوش سكر. قالت هاتوا سكر، ما تودوناش في ده، احنا مش قد الراجل ده. قلت لها يبقى السكر هو الحل. يعني ايه؟ اذا افتقد الشيء واستدعي فهو يأتي ليحل مشكلة. لكن اذا قلت الاسلام هو الحل يبقى انت تعرف جيدا او تؤكد جيدا ان المجتمع القائم يخلو من الاسلام، او على الاقل المجموع او الغالبية لا تنتمي الى الاسلام. جاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وكان يضم المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مصر دولة إسلامية. وبدأت التيارات في عملية الاستقطاب الديني، حتى وصل بهم الأمر أن يقولوا للناس من سيقول نعم فهو مسلم، ومن يقول لا فهو كافر. وشاهدنا بعد ذلك جمعة الإسلاميين أو جمعة قندهار التي قالوا فيها صراحتهم إسلامية إسلامية بلا مراوغة بالكلمات، فلم يقولوا مدنية بمرجعية إسلامية، ولكن هذه المرة قالوها صراحة: نريد دولة دينية إسلامية. ورأينا بوادر الفتنة الطائفية وحرق كنائس الأقباط. السؤال: إلى أين يأخذوننا؟ هل يريدون مصير السودان مع الذي يحدث من استقطاب الناس واللعب على مشاعر العاطفة الدينية؟ ومن يفتي من يحرق دار عبادة لغير المسلمين بحقه في حرق دور العبادة؟ احنا سمعنا ان في اخت محتجزه في قلب كنيسه، زي اللي بيحصل كالعاده في الكنائس دلوقتي، بقت عباره عن عصابات مافيا للاسف. اي واحده تسلم ارهاب الكنيسه، رئاسه الكلب النجس شنوده، الكلمه دي لازم تطلع. هم معاهم نار، معاهم اسلحه. دايما بنقول الكنائس مليانه اسلحه، الكنائس مليانه اسلحه. مسلم يعني مسكين مع ازازه بيحدفها، انما النصراني مع نار. سامعيني كلكم يا مسلمين؟ واخدين بالكم؟ النصارى كلهم معاهم اسلحه واحنا مغفلين، احنا كمسلمين مغفلين. انتوا سامعيني؟ ضرب النار كله جاي من كلاب النصارى، جاي من ناحيه الكنيسه. المسلم يا عيني رايح بطوبه. ايوه، ما نبقاش رجاله لو ما ولعنا الكنائس اللي في امبابه. الإخوان المسلمين عندهم فتوى. هذه الفتوى نشرت في مجلة الدعوة في عدد سبتمبر 1981 أظن. سئل مفتي مجلة الدعوة اللي هو دايما بيبقى مفتي الجماعة: ما حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام؟ فقال على 3 أنواع. الأول: لا يجوز أن تبنى كنيسة أو بيعة. طبعا بيعة يعني هي المعبد اليهودي. لا يجوز أن تبنى كنيسة أو بيعة في بلاد أحدثها المسلمون. وضرب مثل: مثل حلوان والعاشر من رمضان والمعادي والزمالك و 15 مايو. 2: لا يجوز أن تبنى كنيسة أو بيعة في البلاد التي فتحت عنوة، يعني هاجمت البلد وأهلها دفعوا عنها وفتحتها عنوة، فلا يجوز أن تبنى فيها كنيسة. وضرب مثل كده بالإسكندرية، لأن الإسكندرية هي التي فتحت عنوة على يد جيش عمرو بن العاص. طيب البلاد التي لم يحدثها المسلمون والتي لم تفتح عنوة:
زي مثلا القاهرة القديمة، حي مصر القديمة مثلا، حيث يوجد مسجد عمرو بن العاص والمنطقة دي. قال تبقى هذه الكنائس كما هي، ولا يجوز تجديدها ولا إصلاحها ولا بناؤها إذا هدمت، والأصل ألا توجد كنائس أصلا في بلاد الإسلام. ده موقف الرسمي، الفتوى الرسمية بتاعة جماعة الإخوان المسلمين. حرقوا. انت بتقول ان لا يجوز بناء كنائس، طب إذا واحد راح طبق الشرع بقى، طبق الفتوى بتاعته. هم حرضوا، فهم أفتوا بحرمة بناء الكنائس. يبقى أنت خارج عن الشرع إذا بنيت كنيسة، وحكم الخارج عن الشرع معروف. يدخل السباق جميع التيارات الدينية، مع أن الدستور نص على منع إقامة الأحزاب على أساس ديني، فنرى حزب النور وحزب الحرية والعدالة وغيرهم، وهي أحزاب دينية معروفة سمح لها بعد الثورة بالقيام. ويبقى سؤال المصير: إلى أين؟ هل نفصل الدين عن السياسة كما فعلت أوروبا ونعيش في سلام اجتماعي، أم نستمر على طريق استعرضنا دروبه فلم نرى غير الفقر والدماء والتخلف؟ إلى أين؟ سؤال يبقى مفتوحا.